السلام عليكم أصدقائي. في هذا الفيديو سنتعرف على حظوظ نادي الهلال السعودي إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم للأندية. في البداية سنستعرض ترتيب المجموعة. نادي ريال مدريد الأسباني في المركز الأول بعدد 4 نقاط من التعادل مع الهلال السعودي بهدف لكل منهما، والفوز على نادي باتشوكا ب3 أهداف مقابل هدف. يأتي في المركز الثاني نادي سالزبورغ بعدد 4 نقاط من الفوز على باتشوكا والتعادل مع الهلال السعودي. ويأتي في المركز الثالث نادي الهلال السعودي بعدد 2 من التعادل مع ريال مدريد وكذا التعادل مع نادي سالزبورغ. وفي المركز الأخير نادي باتشوكا بدون نقاط من خسارة من سالزبورغ وريال مدريد. والآن احتمالات تأهل الهلال السعودي إلى الدور الثاني. الاحتمال الأول وهو فوز الهلال على باتشوكا في أي نتيجة، وخسارة سالزبورغ من ريال مدريد أو خسارة ريال مدريد من سالزبورغ، يصعد الهلال مباشرة إلى الدور القادم. الاحتمال الثاني تعادل ريال مدريد وسالزبورغ، يحتاج الهلال للفوز على باتشوكا بأكثر من هدف للصعود إلى الدور القادم. تعادل الهلال أو خسارته يغادر البطولة مباشرة.